الأثر بتاع موضوع أفريقيا ترى والنظارات على الناس، وفكرة ازاي ممكن نعيد توظيف حاجة زي كده في إعادة دور أو حتى التواصل على مستوى الشعوب أو المجتمعات المصرية الأفريقية، وناخد ده لإيه بعد كده، في إيه تاني احتياجات في مصر وفي أفريقيا نقدر نشتغل عليه. هو الجزء بتاع أفريقيا ترى ده جزء من أفريكا هوب، أمل أفريقيا، اللي هي المنظمة أو مبادرة أو الحاجة البسيطة اللي احنا عملناها دي، اللي هي دي حاجة من الأنشطة اللي موجودة تحتيها موضوع أفريقيا ترى. زي ما بقول لك أنت، أولا في احتياج كبير جدا بالذات لما بنتكلم على فئة الأطفال، لأنه مش عارف هو نظره ضعيف ولا لأ. أنت أكيد تلبس نظارة، معرفش الأهل اكتشفوا إمتى أنك أنت محتاج نظارة، يعني مواضيع بتاخد وقت في الغالب. وأنا كنت بلبس نظارة برضو، فبفتكر المعاناة عقبال لما أنا فهمت هو أنا ليه مثلا مش كويس في الماث. بعدين لما لبست نظارة دخلت كلية الهندسة، أنا فاهم بتكلم جد يعني، لا أبالغ يعني، لأنك بالذات لو أنت طفل كمان عارف الانتروفيرتس والاكستروفيرتس، فالطفل انتروفيرت هو مش بيتكلم اصلا انه عايز نظاره. دي كحاجه خالصه مخلصه قد ايه الموضوع مفيد، بغض النظر عن اي ممكن منافع اخرى ممكن تحصل من وراء الموضوع.